طيب يا شباب، انتوا كلكم اكيد جايين من الفيديو بتاع الانستجرام. دلوقتي هوريكم ازاي نوزع السيتس دي من غير يعني ما اقعد ادي مقدمات. اول حاجه لازم نراعيها ان اي حاجه انا عايزها تتحط فوق بعضها بكون عامل لها اتاتش مع بعضها. يعني لو دول كده منفصلين وانا احطهم فوق بعضهم، يعني تعالوا نتخيل ان دول كده منفصلين، تمام؟ دي اوبجكت ودي اوبجكت، بس انا عايزهم يتحطوا فوق بعض زي ما هما كده، فبقول له من هنا اتاتش وبعمل كده، خلاص بقوا هما الاتنين مع بعض. دي اول حاجه. فانا بعمل كلهم اتاتش كده، وبعد كده بجيب السكريبت ده، هتلاقوه على قناه التليجرام، هرفعه لكم وهسيب لكم اللينك في الديسكريبشن. خلاص بقى بقينا نعمل يوتيوب وبتاع، فهنسيبها في الديسكريبشن بقى. اول حاجه اعملها ان انا هاجي اقول له ان دول كتب، تمام؟ لان السكريبت ده بيوزع اصلا كتب، يعني بتاع لو انت بتعمل لايبراري او حاجه بتختار السكريبت ده وتختار البوكس وبعد كده توزعه على الشيلفز الموجوده. ما علينا، هعلم عليهم كده كلهم مع بعض كده، وبعدين اقول له من هنا اد بوكس، فهو كده هيفهم ان دول كتب، هيعدهم لي حوالي 40 كتاب. بعد كده هاجي من هنا، ده شكل معمول له edit poly على بعضه، وبرضه عامل له attach. فلو انا جيت اعلم عليهم عشان تعلم على الفيسز، لان هو بيقرا الفيسز مش الشلف على بعضه، هتلاقيهم ان هم اتعلموا كده، فهتقعد بقى تماينس واحده واحده. طبعا ده مش احسن اوبشن في الدنيا يعني. لو انا عملت كده بصوا هتقعد تماينس واحده واحده، وفي حاجات كده هتضايقك فهتبقى قصه. فلا، احنا مش هنعمل كده، احنا هنعمل ايه؟ هنقول له باك فيس من هنا، فهو كده هيجنور الباك فيس، مش هيتجاهله، يعني هيعتبره مش موجود. واعلم على دول كده، فيبقى عندي هو معلم من فوق بس مش معلم من تحت. هقول له ان دول بقى دي الارفف بتاعتي من هنا، هقول له اد بوليجونز، يبتدي يقعد يعمل كده مع نفسه. هو كده بيعدهم، وصل 21 اهو. موضوع ما بياخدش ثانية، احسن ما تقعد ساعة بتوزع فيهم. تمام، هما 48 عدهم لي وايه، ورص كده المكان بتاعهم وقال هيبدأ منين وعمل كل حاجة. فاضل ان انا اقول له بريفيو، وريني بقى الكلام ده بيقول ايه. فهاجي من هنا اقول له بريفيو، بس قبل ما اقول له بريفيو ممكن اظبط بقى، يعني مثلا انت عايزه يعشوائهم او يخليهم راندوم كده بنسبة قد ايه، فممكن اقول له 30 مثلا. تمام. والسيدز دي لما بلعب فيها بيغير برضو التوزيع بتاعهم. تعالوا نقول له بريفيو. اوبا، شفتوا وزعهم كلهم في ثانيه. ده عشان انا شغال بالبرنامج وعارف انا يعني بعمل ايه، بس انت ممكن تيجي تجرب السكريبت ما يظبطش. طب ليه مش هيظبط؟ لان انت مش هتكون مفعل سكيل بوكس دي، لان انا بقول له وانت بتدخلهم هتلاقي حاجات اكبر من الشلف نفسه. فلما ده يحصل ساعتها انت اعمل ايه؟ اعمل لهم سكيل عشان يتحطوا عليه. يعني بص كده، لو جيت اقول له بريفيو هيقول لي some of your books are bigger than the shelf's dimensions, only suitable sizes will be used. يعني الحاجات المناسبة بس هي اللي هتشتغل. فلو انت قلت له اوكي هتلاقي مثلا طلع معاك دي الوحيدة اللي مناسبة وكمان طلع بايظة. فدايما نفعل السكيل بوكس وبعدين نقول له بريفيو، هيطلعوا بقى ايه الحلاوة دي. ممكن بقى اعمل شوية راندمايزيشن اكتر، يعني ممكن اجي من هنا اقول له مثلا ايه، بدل ما هي 3000 اقول له 5000 واقول له بريفيو، هيغير بقى، نجيب دي بقى مكان دي ودي مكان. بس لو حد حابب يسرع الورك فلو بتاعه كده ويفهم الدنيا بتاعت ال 3 دي ماكس واي بلجنز جديده بتنزل، سكريبتس كلام من ده، ففي كورس احنا بنقدمه فروم سكراتش. بنبدا نتعلم الموديلنج مع بعض، وبعد كده بنتعلم اللايتنج، الماتيريالز، كل حاجه خاصه بال 3 دي ماكس، الكاميرا ازاي نحط كاميرا، ازاي نعمل موشن بلور، ازاي الكلام ده كله. وبتقدر تطلع ريزلتس واقعيه زي اللي طالعه قدامك دي في شهرين بس. لو حد حابب يشترك ممكن يبعت لي مسج على الانستجرام او على تيك توك، وهبعت له كل الديتيلز بتاعه الكورس. اخر حاجه، عشان انت جدع وكملت الفيديو رغم ان انا يعني بعمل دعايه لنفسي وكده، لو انت بقى عايز تشيل اللاينز دي لان هي مضايقاك اكيد، يعني بصوا ده بوكس وده بوكس، فهتقعد بقى تمسكهم واحده واحده، لا برضو مش هنعمل كده. في حاجه اسمها سيلكشن فلتر كده فوق، هدوس عليها واختار شيبس، يعني اللاينز بس، واجي اقف من الليفت فيو مثلا واف 3 عشان اشوف، واروح ماسك كل اللاينز دي كده مع بعضها كلها كده، واقول له ديليت. بس مش هتضايق اكيد اهي، ده ما بيتعملوش ديليت مش عارف ليه. استنى، بيتعمل له بس.
فدي كده الريزلت. ممكن بقى تاخدهم تحركهم، تزود، تكبر، تصغر، تعمل كل اللي انت عايزه. فاعتقد الموضوع يعني لذيذ وسهل، وبس كده. دي الريزلت النهائية. سلام.